وعلى فكرة مراد احنا بنبتدي السيزون التاني بيك، يعني كمان متفائلين بيك جدا جدا. فتحة خير ان شاء الله يا جماعه. احنا سجلنا تقريبا 8 حلقات، منهم حلقة صديقي طلبة ما جاش. اه وانا غيرت شغلي في الفترة ديت، فخدنا اجازة مش مقصودة يعني. مم. وبعد كده ابتديت في اخر الاجازة افكر بقى ايه، نرجع ما نرجعش، نستنى لاخر السنة، طب اهو جربنا حاجة وخلاص. وبعد كده آه، قريت كده على ان تشات جي بي تي ممكن اربطه بالجيميل، وانا عندي مم. الجيميل بتاعي هو عبارة عن 100,000 ايميل ما تقراش مثلا، يا طلبات ريسيس، مش عارف الحاجات ايه. الحاجات ديت يعني. فقلت اجرب، قاعد بهزر كده، عملت له لينك، قلت له بقى ايه، قول شات لي جي بي تي ولا الايميلات. كلاود؟ شات جي بي تي. اه مم. فقلت له قول لي بقى الايميلات المهمة، فبص على الايميل ورجع لي قال لي الايميل ده مهم لازم ترد عليه. اه فببص لقيت الاسم هاريتشي موتشي، عارف انت حاجات الاسامي الياباني ديت اللي هي ايه. يعني كوازيموتو يعني حتى لو شفت الايميل كنت هقول ايه ده سبام، مش سبام. هعدي عليه يعني. فبفتح الايميل فلقيته جاي من واحد @apple.com. اوبا فقلت اكيد دي اشتغلها يعني اه في حاجة. اه فبيقول لي احنا عجبنا البودكاست وعايزين نعمل له فيتشرنج، يعني يظهروه على الاب بتاع بودكاست. اوكي. فقلت ماشي، ايه اللي مطلوب؟ قالك ابعتوا لنا صور معينة بالطريقة المعينة وكده. مم. فانا خدت الايميل فروضته لصديقنا العزيز اسلام، مم. واشتغل عليه مع التيم وعمل لنا البتاع، وانا ببعته الحاجات اللي طالبها كنت متأكد ان هو يرجع يقول لي ايه، طب حول لنا بقى $1000، عارف انت الحاجات برضو النصبايا، يعني انا ايوه متخيل ان دي نصبايا يعني. فبعت لهم اللي هم طالبينه، رد هم عليا. بعتوا له $1000 وما قسمهاش لا معايا. لا. طب وايه دي الطلبه نصيبه ولا لا ضحكت لا عليه؟ مفيش، لا لا خلاص بقى مفيش. لا، ما بعتوش حاجه، بس اللي حصل ان احنا وي جات اكسبتد وهو تمام، وعملوا لنا فيتشرنج، مم. والفيوز تريبلد في يومين مثلا ما شاء الله. على ابل. مم. فحسيت ان دي ساين ان احنا نرجع يعني، قلت بقى ايه دي من ربنا يعني. فقلت جيت في بالنا انك انت اول واحد نبتدي بيك يعني. لا شعور، دخلت على ابل بودكاست لقيت صورتي انبسطت قوي. الموضوع غريب جدا. ده فمنورنا ولو حابب تعرف الناس كده بيك لا انا قبل ما سريعا. اعرف الناس بيا انا عاوز اعرف انتوا مم. اخد بقى دور المذيع. ايوه. انتوا إيه اللي خلاكم تطلعوا اصلا بالبودكاست؟ لا دي قصة، خلي بالك احنا قعدنا كتير جدا عشان نطلع بالبرنامج ده. اتصل بيا رجائي مم. بيقول لي طلبة ما تيجي نعمل بودكاست. قلت له اقفل. مم. قفلت، كلمت احمد بسيوني واسلام، صورنا بعدها بيومين. يا فقال لي طيب هنسمي هنسمي ايه؟ البودكاست ايه؟ راح قال لي هنسميه ازاي؟ قلت له طب يلا نجيب بقى تيم ديزاينر عشان نعمل لوجو. دخل عمل لوجو. قال آه. لك طب تعالى نشوف. مفيش، احنا قعدنا خدنا طب القرار اشمعنى ازاي يعني طلعتوا بالاسم ازاي؟ بالظبط. ازاي طلعتوا بالاسم هي ازاي؟ ما كده، بالظبط، ده اللي هو انت قلته. هو اه هو بالظبط. سؤال دايما الناس بتسأله ازاي. آه. فكانت الفكرة ان احنا اللي هي خدت يعني 10 ثواني، يعني ما بذلناش مجهود فيها يعني. مم. ان لما بتيجي تقول أنا عايز اعمل ستارت اب، هعمل ستارت اب ازاي؟ عايز ابقى كاتب زي ما استضفنا عزت مثلا، فازاي ابقى كاتب، ازاي اطلع في شارك تانك، مم. حاجات زي كده. فلقينا ان اولا التوبيك مش تبقى مقفول عليها، وفي نفس الوقت عندنا اتجاه، فهو مش بودكاست عام مثلا بنتكلم حاجات ان جنرال، ليها طيب معينه، بنستضيف حد بنساله ازاي يعمل انت حاجه طبعا معينه. واخد بالك ان هو بيجرجرنا عشان يبقى هو المذيع. وده اللي وانا ده رحت اللي انا حذرتك وانا منه. رحت لا لسه مراد، لسه ترشيح. مراد العشري خطر. مراد لما جيت في 2016 اه كنت متخيل ان انت هتوصل اللي انت وصلت له ده اه في 2016. اه طب احكي لنا كده، وانت في 2016 وانت في وسط البلد كنت بتفكر في ايه وانت راجع من افريقيا؟ بص لا انا رجعت من لا، ما افريقيا انا عايز قبلها. اعرف اصلا قصه ان هي رحت افريقيا دي ازاي. اه لان انا برضو ليا صديق ليا عاشور، فرجع بيقول لي قابلت واحد اسمه مراد عايش هناك في كومباوند و... ومتدلع ومش عارف ايه، وبعد كانت كده احلى ايام فجأة حياتي والله. مراد رجع وساب كل انت ده قعدت وفتح فين في شركة. في افريقيا؟ كينيا قعدت في نيروبي سنتين. بتعمل ايه هناك؟ والله فاهم كنت عايش حياة الساب العربي هناك. في البنك؟
كنت شغال. بص خلينا نحكي بقى القصه من الاول. انا اتخرجت 2004 من سياسه اقتصاد. اول حاجه اشتغلتها كان بزنس ديفلوبمنت، يعني طبعا اتنطيت في كام حاجه كده. اشتغلت في مطار شرم الشيخ شويه، اشتغلت في HSBC اوبريشن شويه. اشتغلت ايه في مطار شرم الشيخ يعني؟ عارف التيكتنج والفيولينج والكيترينج والحاجات دي كلها، اللي هي بيسموها هاندلنج سيرفيس، خدمات. خدمات. خدمات يعني ارضيه. خدمات ارضيه. انت عندك طيارات اللي هي الشارتر دي ما بيبقاش ليها، ملهاش مكتب في مصر، فبتحتاج حد يعملها الخدمات في المطار. صح. هي من ساعه ما تنزل لحد ما تطلع انت مسؤول عنها في كل حاجه. سياسه اقتصاد جامعه القاهره. ما فيش غير جامعه القاهره اصلا. صح. سمعت دلوقتي ان بقى في سويس وحاجات كده، بس انا على ايامي كانت هي جامعه القاهره بس. وكنت انا تاني دفعه انجلش. صح. يعني دي كانت كليه يعني لها كليه قمه. كانت صعبه جدا. انت كنت ميجر سياسة ولا اقتصاد؟ ولا سياسه ولا اقتصاد. حد يعرف ان في ميجر تالت؟ لا، بجد والله. ما هو ده ما حدش يعرفه بقى. اسمها سياسة واقتصاد، فانت آه. يا اما الاثنين، يا لا مثلا في بقى ميجر تالت بس هم نسيوه. ايه بقى statistics. بجد والله العظيم. يعني فاهم قمه بقى الاذلال ان انت في كليه سياسه واقتصاد وفاهم وفي ميجر محدش يعرفه. بس انا عشان كنت بحب الماث طول عمري يعني، فقلت ادخل بقى في حته الاستاتستكس دي. اوكي. قعدت قد ايه في شرم الشيخ؟ 6 شهور. وبعدين كانت احلى ايام حياتي. فاهم انت بقى بتنزل بقى تقعد في المطار مع اجانب. اتعلمت ايطالي، اتعلمت روسي. فاهم؟ يعني بتتكلموا دلوقتي حتى؟ لا نسيت طبعا. لا يعني مثلا من الايطالي فاكر سيبيلا سينيوريتا، يعني انت حلوه. طبعا بقى دي خلاص حاجة. خلاص اقف هنا كفايه. قلت لك هتسحب اللي عملته. بس والله بانيو كان حمام، حاجات فيها كده. عارف انت الحاجات اللي بتمشي بيها نفسك دي، الارقام والحاجات باش دي. وانت قاعد في ميلان وانت كنت في شرم الشيخ تمشي بيها نفسك ليه طب يعني؟ انا اقول لك على حاجه. انت عارف ان انا سافرت ايطاليا اوكي. من غير اي باسبور، من غير اي حاجه. ازاي يعني؟ كان في طياره رايحه من شارتر، واخده ركاب. انت عارف الشارتر دي عامله زي الميكروباص كده، فاهم؟ تاخد ناس من شرم الشيخ توديهم ايطاليا، وبعد كده تجيب من ايطاليا لهنا. هربوني، دخلت جوه الطياره، ركبت الطياره. اوكي ماشي، رحت ايطاليا، فتحوا الباب، بصيت كده، طلعت راسي كده، بصيت على ايطاليا. ودخلت تاني ورجعت معاهم شرم الشيخ. تمام. ولا باسبور ولا فيزا ولا اي حاجه. احنا ان شاء الله نحافظ على الجزء ده، ما تشيلوش لو سمحت يا اسلام يعني. لا من والله. أجل او الشفافية نشيله نحافظ للاستديوهاتك على عندنا. لا كانت 6 شهور مغامرات حلوه قوي يعني. وبعد كده رجعت، جالي اوفر في HSBC، شغلت في الاوبريشنز. كرهت نفسي في الاوبريشنز. كنت بكلم البرينتر، يعني انا كنت البرينتر جنبي كده، كنت اقول لها هو انا ايه الفرق بيني وبينك؟ قعدت قد ايه بتكلم برنت؟ 3 شهور. وسبتها ازاي بقى؟ داخل الحمام، معدي على الاسانسير، لقيت باب الاسانسير اتفتح لوحده. قلت دي علامه، ركبت الاسانسير ومشيت. هو باب الاسانسير بيفتح، ده دوره انه يفتح، فدي مش علامه. لا بس هو فتح من غير ما حد يدوس على زرار، من غير اي حاجه. قال لك اركب. هو لقيته فتح قدامي كده، قلت بس دي علامه، وقمت راكب وماشي. وبعد كده قدمت استقالتي بعدين بقى. يعني شفت انا بقول لك ايه بودكاست ابل بعتت لي وبتاع، قلت دي علامه ان احنا نرجع بسيزون تاني. دي علامه، بس الاسانسير يفتح بالعلامه. تمام. لا بس انت عارف ان انا بؤمن بالعلامات جدا. يعني انا مثلا ممكن اكون رايح مكان مثلا ما الاقيش ركن امشي. اوكي. ممكن اكون مثلا رايح مكان، الاقي مكان ركن حلو في حته، اركن وادخل المكان. هو انا بحب العلامات قوي. اوكي. فاهم؟ ساعات مثلا اكون عاوز اعمل حاجه ومتردد، فاقول لو حصل كذا هعملها، لو ما حصلش كذا مش هعملها، واستنى بقى العلامه تيجي او ما تجيش، وانا وحظي بقى. رجائي برضو عنده مقوله شهيره بيقول لك ما تحاربش الطبيعه. انا عكسه بقى، انا بحارب انت الطبيعه. بتحارب الطبيعه. يمكن عشان كده انا قاعد معاك. ما انت عشان كده انت عامل كده. رحت HSBC، سبته على 3 شهور. وبعد كده بقى دخلت اوباسكوم تيليكوم بزنس ديفلوبمنت، قعدت فيها حوالي 5 سنين. ايه ده؟ حلوه دي برضه، كانت شغلانه حلوه قوي. عارف انت زمان الرنات واللوجوهات، تطلب رقم كذا عشان تشتري رنه، او تبعت SMS وتدخل مسابقه وتكسب. انا اللي كنت بعمل الحاجات دي كلها. ده كده بقى احنا دخلنا في 2009. لا لسه 2009 ليه؟ 2005، من 2005 ل 2009 كنت في الحته بتاع دي في اوراسكوم. كانت حلوه قوي. اوراسكوم. بعد كده سبت اوراسكوم بقى، دخلت باركليز بروجكت مانجمنت. دي قعدت فيها شويه حلوين بقى دي. قعدت فيها 6 سنين. رحت باركليز مصر. باركليز مصر. اوكي. منهم بقى سنتين كانوا هم عاملين بروجرام كده، بياخدوا الناس اللي هو توب بيرفورمينج في كل بلد، ويعملوا لهم ريلوكيشن في بلد تانية، يشتغلوا على سبيشال بروجكتس ويتعلموا كالتشر جديده وحاجات كده.
كنت انا نومينيتد من مصر مم. ورحت كينيا. ايوه. قعدت في كينيا بقى سنتين، مم. احلى سنين عمري والله، فاهم. طب احكي لنا شويه عن كينيا. بص بقى، هي الميزه في افريقيا ان انت هناك بتتعامل معامله الرجل الابيض، مم. اوكي، رغم ان انت مش ابيض قوي يعني. بس انت مش، ما هو انت مختلف. يعني انا فاكر انا اول يوم نزلت الشارع لقيت عيال صغيره بتقول لي موزونجو موزونجو، مش فاهم ايه موزونجو ده، طلع موزونجو بعد كده ده الرجل الابيض. اوكي، فانت بالنسبه لهم هناك فاهم، يعني انت هنا عادي، الخبير الاجنبي. انت هنا عادي، تروح مم. اوروبا انت عادي، مم. تروح بقى افريقيا لا انت مش لا، عادي. انت في اوروبا مش عادي، انت اقل من العادي. يعني ما انت بلاش يعني فاهم. انت اقل من العادي يا مراد. اقل يعني، الحمد لله يعني الحمد لله على كل شيء يعني. مم. فافريقيا بقى بتعامل معامله تانية بقى، مم. ده غير ان الحاجات هناك رخيصه. فانت مثلا ممكن تلاقي نفسك عندك سواق وميد وحد يبقى. انا كنت بجيب واحد يعمل لي سوشي في البيت، لا يا راجل. والله العظيم. كنت انت انت كنت ها كام سنه؟ كام سنه ساعتها؟ اه. كنت 28 29. ده انت خلاص. والله يا جماعة، انت ب 500 جنيه مصري كنت تجيب الراجل يقعد يعمل لك حفله سوشي في البيت. يا نهار طب ما ده رقم كبير، خلي بالك، ده $100. لا ده دلوقتي. لا يعني 500 جنيه كانت $100 ساعتها، كان ب 5 جنيه. بص يعني انا ساعتها مثلا كان مرتبي 15000 جنيه، ف ده رقم 500 كبير برضه. جنيه ف 500 جنيه ما كانش رقم كبير مثلا. يعني تمام، بس انا بديك ان هو المثال ان هناك العماله رخيصه قوي. صح. العماله البني بلد ادمين جميلة والبلد جميله وخضره وفسح كل ويك اند بتسافر تعمل لك سفاري في حته، فاهم؟ ومتقدمين في الفينتك، بصراحه هم متقدمين اكتر مننا. يعني دي بس هو مفاجأة. ما هو برضه عشان ندي الناس حقها، هي التقدم اللي جه عندهم جه بالصدفه. تجيب الاحتياج. هي اللي حصل ايه مم. في وقت كده، انا مش فاكر السنه بالظبط، بس بنتكلم مثلا في سنه 2008 حصل حرب اهليه في كينيا. مم. لان هي كينيا متقسمه قبائل، صح. وفي 3 قبائل كبار، لويا ومش فاكر اساميهم كانت ايه. المهم ان هي جت الانتخابات، واحد زعيم قبيله كسب بالتزوير، فالقبيله التانية ضربت، فابتدى كله يضرب في بعضه، فابتدت البلد تتقطع كده. يحولوا فلوس لبعض ازاي؟ بالموبايل والت. صح. فكان عندهم موبايل والت بس مش مشهور. بس كانتش أوكي. والت، اعتقد كانت بالاير تايم، لا كانت والت، لا امبيسا رصيد. لا امبيسا كانت موبايل والت. كان وصلوا للوالت. كانت دي البدايه بتاعت امبيسا. وعشان كده امبيسا هي يعني اكبر يعني قصه نجاح في الموبايل والتس في العالم كلها. صح. وهي جت بالصدفه زي ما بقول لك، هي كانت الحرب اوكي. عاوزين الناس انا عاوز احول لاهلي في البلد مش عارف ايه، فحولوا موبايل والت، فالموضوع ضرب جامد قوي. اوكي. فدي كانت بدايه الفنتك عندهم يعني، جت موبايل بالصدفة والت يعني. من في 2008. في 2000 بدات 2008. ده بداية، ده ما كانش فيه اصلا، يعني هم اول ناس عملوها تقريبا في الريجن. بالظبط. يعني ليه؟ بس على فكره كانت عندنا، بس ما كانتش شغاله، اللي كان عندنا فودافون كاش. كان يعني اعتقد فودافون كاش 2008. 2006 2008 حاجه كده. فكان مش عندنا فاكر. برضه، مم. بس ما اشتغلتش قوي. مم. اللي اشتغلت في كينيا امبيسا، وعملت يعني انت امبيسا دلوقتي يعني دلوقتي حاليا امبيسا هي رقم 1 في البيمنت في كينيا. اوكي. يعني هما مش كاردز كالتشر، لا هي كل حاجه بامبيسا. اوكي. بتحجز تذاكر، بتدفع فواتير، بتعمل فاهم، مم. هي امبيسا. اوكي. واعتقد خرجوا بره كينيا. مش عارف والله، مش عارف. هو في حاجات شبيهه في اوغندا وتنزانيا والحاجات دي، بس هي اشهر واحده فيهم امبيسا بتاعت كينيا. مم. خلي بالك انا من زمان يعني، انا رحت كينيا 2011 2012، اوكي. فانا بقالي كتير ما رحتش يعني، مم. فبحكي لك حاجات قديمه يعني. ورجعت علشان البروجرام خلص ولا؟ هو البروجرام خلص. مم. رجعت بقى كملت في باركليز كمان سنتين، وبعد كده سبت وعملت بقى اول بس ستارت. حسيت بقى في كالتشر شوك بما انك كنت بتجيب واحد بيعمل لك سوشي في البيت، وجيت هنا بقى مش انا عارف بقول لك كنت تجيب عايش حياه السوي العربي فول هناك. وطعمية. لا وبعدين انت هناك بقى انت بجد والله بتتعامل معامله مم. كده. ما حاولتش تدور على شغل تاني هناك قبل ما البروجرام يخلص والكلام؟ بص هم كانوا ماسكين في، يعني مديري كان عاوزني اكمل، اوكي. بس كان في مشكله بقى ان انت لو قلبت لوكال، انا كنت الكونتراكت بتاعي كان انترناشونال،
لان انا جاي البروجرام خلص، مم. فانا عشان اكمل هقلب لوكل. مم. لوكل بقى مرتبات اقل، اوبورتونيتيز اقل، فاهم؟ مش تعمل بقى worth it معاملة مش الراجل تعمل الأبيض. المعامله دي بقى يعني. فقلت لهم لا خلاص بقى أنا. يا. مفيش سوشي في البيت وبتاع. هو بس ما كانتش سوشي بس، كان في حاجات تانية كتير يعني. لا كانت بس حاجة تجربه حلوة كينيا بشكل عام تحب تكررها؟ جدا. انا الريتايرمنت بلان بتاعتي ان شاء الله ممكن تبقى في كينيا. يعني انك انت تنقل كينيا، تفتح فرع في كينيا؟ لا مش عارف هل بقى. هل الراجل حاولت؟ بيقول لك ريتايرمنت بلان يعني. لا انا ريتايرمنت هو بس عايز مش يروح شغل. ياكل هاخد مزرعه في كينيا، ازرع واربي البقر وبس. حلو قوي. ما فكرتش تفتح شغل هناك يعني تنقل التجربه؟ بيني وبينك زي ما انت قلت هم متقدمين عننا شويه في الحته بتاعه الفينتك. الكومبيتيشن هناك عاليه. خلي بالك الماركت هناك في كينيا بقى ادفانسد. صح. يعني حتى لو بصيت على نسبه ارقام الانفستمنت اللي بتروح والحاجات دي كلها، كبير. لا اكبر من عندنا بكتير. الانفستمنت هناك اسهل، الفلوس كتير، الاوبورتونيتيز كبيره. وكينيا كمان حلوه لان هي الهاب بتاع ايست افريكا. صح. يعني هي بتخدم على اوغندا وتنزانيا. يعني اعتبر كده ان هي الام الكبيره وتحتيها اختين صغيرين، اوغندا أوكي. وتنزانيا. فكينيا هي السورس او الهاب هسألك في سؤال المنطقة. حساس شويه. مم. الريجليتور هناك اخباره ايه؟ لا الريجليتور هناك كان فاهم. يعني الريجليتور هناك كان فاهم وكان سابق يعني. سابق في الحته بتاعت الديجيتاليزيشن والموبايل بانكينج والانترنت بانكينج والحاجات دي. لا الريجليتور هناك كان حلو. يعني الناس هناك دماغها اللي بيفهم كويس قوي. يعني انا شايف دلوقتي الترند كله بيطلع للخليج ومحدش واخد باله من افريقيا. صح. فدي حاجه غريبه جدا يعني. وهنندم بعد كده. هنندم جدا. في كام ستارت اب راحت افريقيا، واعتقد ان هم عاملين شغل ماني حلو. فيلوز راحت المغرب. وفي الترا طبي برضو، مش عارف تعرفوا ولا لا، كانوا برضو راحوا سويف اللي افريقيا. راح افريقيا ولا صيف اللي راح كينيا. شويه سويف راح كينيا؟ صح. صيف اللي راح كينيا. والمغرب مش افريقيا برضو قوي يعني. لا المغرب يعني انت عارف ان هم ما بيشوفوناش افارقه، ما بيشوفناش افارقه. ما بيشوفونا عرب. مم. يعني هم دايما كانوا يقولوا لي انت مش افريقي انت عربي، مع ان احنا في نفس في افريقيا، بس أيوة. هم بيشوفوناش افارقه، مم. هو بيشوفونا عرب. صح. فعشان زي ما انت بتقول هي نورث افريكا مش افريكا، صح. لو يحسبوها شايفينها كده أفريقيا. يعني. رجعت باركليز قعدت سنتين. رجعت باركلز قعدت سنتين، وبعد كده بقى سبت باركلز وعملت اول ستارت اب. سنه كام بقى؟ انا بدات اخر 2014. تمام. عملت ستارت اب كان اسمها لوك نيم. كان لوك نيم اللي هي اختصار لوكيشن نيم. اوكي. كانت عامله زي بيتلي للعناوين. عارف بيتلي؟ بيتلي اللي هو بيختصر بيأثر اليو ار ال، اللي هو بيخلي اليو ار ال الطويل يبقى قصير. فانا عملت نفس الفكره للعناوين، اللي هو عنوانك ايه؟ طلبه @lockname.com. وهو يوديك بقى. تدخل بقى على الابلكيشن، تحط اسم طلبه، يجيب لك بقى العنوان باللوكيشن بالرقم بكل حاجه، كل التفاصيل. فكره ملهاش علاقه بمجالك خالص خالص. بس انا شايف ان كان فيها opportunity جامده جدا، خصوصا في الوقت ده ان هو الجي بي اس ما كانش قوي قوي. في اماكن كتير ما فيهاش عناوين. يعني لو فاكر احنا لحد دلوقتي انت في زايد ما فيش عنوان، ولا في التجمع لو انت رايح لحد في التجمع بتتسوح. ففكره ان انت كل واحد يبقى له العنوان بتاعه بطريقه بسيطه دي، انا كنت شايف ان هي كان فيها opportunity. وبعدين ليه ما كملتش فيها؟ عشان هي اللي بيسموها تشيكن اور ايج موديل. يعني الموديل ده عشان يشتغل انت محتاج ان واحد عامل عنوان على لوك نيم، والتاني عنده الابلكيشن بتاعت لوك نيم، فتيجي تقول له يلاقيك. ايه عشان يلاقيك. فانت تيجي تقول للناس نزلوا الابلكيشن، يقول لك ما انا ما عنديش حد من اصحابي عنده اللوك نيم. تيجي تقول لحد اعمل لوك نيم، يقول لك طب ما انا اصحابي ما عندهمش الابلكيشن. اوكي. تيجي بقى تروح للبيزنس اللي هو الموتونايزيشن بتاعك اللي هيعمل فلوس، يقول لك هم فين اليوزرز. فهي كانت تشيكن اور ايج، ان انت لازم تحارب في كذا اتجاه. اوكي. كنت طلعت لايف بالابلكيشن؟ وطلعنا لايف. كان عندك كام يوزر؟ وصلنا ل 2500 يوزر. ده مش وحش خالص. بالذات ده باك 2014. يعني كانت لسه التكنولوجيا مش قويه في مصر يعني. فكره ان الناس تنزل موبايل ابلكيشن، يعني انت كان عندك الابلكيشن الوحيده اللي مسمعه في الوقت ده كانت بيقول لك. صح. انما غير كده ما كانش فيه اي ابلكيشن مصري. ما كانش ابلكيشن بيقول لك برضه.
في الاول ما كانش ابلكيشن، امال كان كان بيجي لك رسائل وحاجات كده، ما كانتش ده في الاول خالص. اه لا بس في الوقت ده كانت بيقول لك شغاله ابلكيشن. والله بيقول لك دي كانت ابلكيشن حلوه قوي والله، في سبب ان هي ماتت. هي ستيم نفسه جوجل راح قتلها كمان. جوجل مابس قتلها طبعا. اولا فودافون اشتراها، وبعد كده التيم نفسه راح عمل ستارت ابس تانية كتير. اتفرقوا بقى، كل واحد عمل حاجه. قعدت سنتين في دي، وبعد كده رحت قافل وفتحت. لا قعدت سنه واحده في لوك نيم. اوكي. تمام. بعد كده عملت ايه؟ وبعد كده بدات بقى قلت ادخل ايه. طب بس معلش، وانت لوك نيم ما حاولتش تطلع بيها بره؟ اصل الفكره كانت ممكن وقتها تبوم بره. كان في كذا حد بره، كان في وات 3 ووردز كانوا من انجلترا، كانوا عاملين نفس الفكره بس كانوا عاملينها بكلمات، يعني كومباينيشن في 3 كلمات. 3 كلمات ما لهمش علاقه ببعض، هو راندوم. اوكي. يعني دور كوك كات، يبقى ده أي عنوان حاجة. طلب. اي مش حاجة. عارف ايه هم ليه عملوها كده، بس هم كان فيها. مم. وكان في زيبر في الهند كانوا عاملين نفس العنوان. وجي بعد كده حد عمل عنوانك في الخليج، بس هم كلهم ماتوا. يعني ما حدش كمل الموضوع ده خالص. جوجل مابس بقى حلت الموضوع، يعني ان طبعا. انت تشير لوكيشن ده، وواتساب ان انت تشير لوكيشن ده بقى اسهل بكتير يعني. وايه كان ايه كان الموتيف ان انت تعمل فتحت بقى بدات في حته البيمنت. بص انا بعد لوك نيم اخدت كده اجازه، سافرت تركيا اهيل شويه. فشفت في تركيا دخلت مطعم لقيت تهيل ايه من ايه يا مراد؟ تهيل من ايه؟ لا صدمه الانتربرينورشيب دي كانت بالنسبه ما لي. انت ما لحقتش، مراد قعدت فيه سنه يا مراد. ايوه ما هو انا قبل كده كنت موظف مراد ملك. كنت عايز تتفسح في تركيا. كان راجل، كان لا راجل لا. ابيض في ما هو بص كينيا. اقول لك حاجه، انت موظف 10 سنين اه ناجح جدا، متدلع فلوس وكل حاجه. جيت بعد كده عملت ستارت اب، اتصدمت. والستارت اب فشلت. فاللي هو انا بقى ايه، ضرب من كل اتجاه. انا ابن مين يا دادا، اللي هو أيوة فاهم. صح. طب ارجع موظف تاني، طب اعمل ستارت اب تانية، فاهم. الحلقه دي دخلتها 2015 انت. 2015 فسافرت تركيا اتفسح، دخلت مطعم لقيتهم حاطين كيو ار كود كده، ويقول لك ممكن تدفع عن طريق الكيو ار كود. قلت بس هرجع مصر اعملها. فرجعت مصر عملت ستارت اب اسمها باي مي. اوكي. باي مي كانت عباره عن ايه؟ ان انت تنزل موبايل ابلكيشن. عارفين المكنه بتاعت البي او اس؟ احنا بنريبليس البي او اس بكيو ار كود. اوكي. يعني يجي لك الراجل بتاع ماكدونالدز كده، خلاص لابس كيو ار كود. كيو ار كود، تروح مطلع الابلكيشن تسكان الكيو ار كود وتدفع. مش محتاج بقى الراجل يكون معاه مكنه، ولا تقول له هات معاك المكنه. بالعكس. وكانت السهوله بتاعتها ان انت المكنه مثلا كان بنتكلم في 8000 جنيه، لا انت ممكن التيم بتاعك كله يبقى عنده كيو ار كود ببلاش. بدل ما تجيب 100 مكنه، لا انت فاهم تطبع 100 كيو ار كود وخلاص. اوكي. هنا بقى اتعلمت حاجه حلوه قوي، ان مش معنى ان انت عندك فكره كويسه وعندك نيد انها تنجح، لا ده لازم يكون السوق جاهز. تفكركش بحاجه؟ يوه. كلنا وقعنا كلنا في الحته دي. يعني اديك مثال، مثلا دلوقتي الاكل الهيلث، كلنا محتاجين اكل هيلث. طب انت لو اخدت اكل هيلث ونزلت بعته في منطقه شعبيه، مش هتبيع، مع ان الناس محتاجاه. هي محتاجه اكل هيلث، بس الفكره الكونسيومر نفسه جاهز ولا مش جاهز. انت جيت بدري شويه. بالظبط. انا جيت في وقت الناس اصلا بتخاف تدفع بالكارت اونلاين. اوكي. صح. والناس يعني مش متعوده تستخدم موبايل ابلكيشن في حياتها. هو بيقول لك كانت الحاجه الوحيده اللي الناس بتستخدمها، بيقول لك. اوكي. عاوز اقول لك ان المصريين ابتدوا في فكره الموبايل ابلكيشن والاونلاين بيمنت كانت مع اوبر. اوكي. يعني اوبر هي اللي فتحت الموضوع ده في السوق. ليه؟ لان انت كان في نيد قويه ان انا عاوز اركب عربيه ويوصلني. طب يبقى هنزل موبايل ابلكيشن بمزاجي او غصب عني. ليه؟ لان النيد قويه جدا. طيب انا هحط الكارت بتاعي برضو عشان انا مضطر، عشان ما كانش فيه كاش او ابني هيركب فانا مش عايز انا حاسبه. بالظبط. فكانت دي البدايه اللي ابتدت تعلم الناس اللي هو لا ده احنا ممكن نشتغل حياتنا موبايل ابلكيشن. طب انا ممكن ادفع اونلاين، فاهم. انا بقى كنت في الويف اللي قبلها. فكان عندنا فكره حلوه، كان في نيد حلوه، بس الناس كانت جاهزه. لا الناس ما كانتش. كان عندك كام يوزر تقريبا؟ لا والله وصلنا رقم كويس، 6000 تقريبا مثلا. وكام ستور كان موافق؟ ما كانش عندك مشكله مع البنك المركزي؟ خدت رخصك تمام؟ لا دي كانت قصه، ما كانش في رخص اصلا. يعني احنا اصلا يعني
ما كانش حد فاهم احنا بنعمل ايه. اوكي. يعني احنا لفينا على البنوك مش فاهمين يعني انت عاوز تعمل ايه. مم. تمام. لا انت كان عندك 6000 كاستمر، اه بس كام بقى ستور، كام لا vendor؟ قليلين، نتكلم في 60 مثلا. حلو برضو. يعني اه ككونسبت بس حلو. ستيل ما كانوش عارفين يعني مش عارفين يشغلوا بعض. كان برضه مشكله التشيكر ايج موديل، ان برضه ده يعني 60 ستور على 6000 كاستمر برضه ده مش كان ماشيه. في 2015. 2015 2016. ايه احساسك لما لقيت ان الفكره دي بدات تنتشر دلوقتي؟ يعني انت جيت بدري قوي، اه بس بعد كده ايه ما كملتش. بفكر اعملها تاني، يعني والله بفكر اعملها من تاني. عشان لقيتها مشيت دلوقتي. لان دلوقتي حاسس ان هي ليها نيد وممكن تمشي، مم. فبفكر اعملها تاني. بس بمناسبه بقى الريجيليشنز والحاجات دي، كان عندنا مواقف بقى تموت من الضحك. دخلنا لحد مدير جامد في البنك الاهلي، فبنشرح له، فبيقول لنا انتوا عاوزين تعملوا ده ليه؟ قلنا له عشان احنا عاوزين، انت عندك سيكتور في المجتمع مش تحت الملاءة الدولية ماليه، المالية بتاعت الدولة، اللي هم بيسموها informal economy، اللي هو السوق الموازي. السوق الموازي. فاحنا عاوزين السوق الموازي ده مش بيشتغل ليه؟ عشان ما عندوش تولز تساعده. مم. الحاجات غالية، المكن غالي، اللايسنس، فاهم، الحاجات دي كلها غالية. فاحنا عاوزين نعمل حاجة سهلة. قال لنا انتوا عارفين انتوا بتقولوا ده اسمه ايه؟ قلنا له ايه؟ قام راح جايب لنا مجلة كده من عنده، فاتح كده ارتكل مكتوب فيها الشمولي المالي. فاهم؟ بدري بقى، بدري خالص. ومن والله العظيم يا جماعة ما كان اسمها فينتك، ولا كان في فينتك، ولا كان في انتربرينورشيب، ولا كان في ستارت اب. كل الاسامي دي ما كانتش موجودة في الوقت ده. بقول لك الراجل بيقول لنا اللي انتوا بتقولوه ده اسمه الشمولي المالي، كان لسه بقى البداية يعني. مم. قعدنا بقى نحارب ونفهم طب وهنعمل ومش عارف ايه، لحد ما جه في مره كده لقيت حد بيكلمني من البنك بعد ما عملنا لونش واشتغلنا. لقيت حد بيكلمني من البنك، انت مطلوب في البنك المركزي بكره. عارف اللي هي دخلت امن الدوله دي، انت مطلوب في الامن المركزي بكره. لبسنا البدل ورحنا الامن المركزي. البنك المركزي، البنك المركزي. البنك المركزي. مش الامن المركزي. والله هو مش فارقه كتير يعني. انا احساسي في الوقت ده كان هو اللي هو انت داخل ومش عارف هتطلع ولا مش هتطلع. ايوه. فقعدنا مع راجل كبير بصراحه، كان راجل محترم قوي، قال لنا انتوا بتعملوا ايه؟ عايزين نعمل كذا وكذا وكذا. فقال لنا طب انتوا لازم يكون معاكم لايسنس. فقلنا له هات اللايسنس. قال لنا ما عنديش لايسنس. والله انت قلت ايه؟ تشيكن وايج اور تشيكن ايوه. تشيكن. قال لي انا ما عنديش لايسنس. هي الحلقه دي كلها تشيكن وريج. قال لي انا ما يعني اللي انتوا عاوزين تعملوه ده هو لسه مش موجود عندنا، فما عندناش ريجيليشنز ليه. تاخد اللايسنس بتاعت الموبايل والت. اللي هو انت لازم تطلع بحاجه يعني انت ما ينفعش تمشي ايدك فاضيه. فاهم؟ طب قلنا له طب احنا ما عندناش يعني انت ما بتقول ما فيش ريجيليشنز لينا. قال لي بس لازم يعني، ما هو انت لازم تشتغل بريجيليشنز في او ما فيش، لازم تاخد ريجيليشن. كانش في بقى فكره ساند بوكس والكلام ما كانش في اي حاجه. انا بقول لك فاهم يعني. وهي دي نظريه يعني اشتغل لغايه ما يجوا. طب انا اقول لك على حاجه. احنا في الوقت ده كنا حاطين السيرفيس بتاعنا على امازون كلاود. فبرضه ده one of the concern. قال لي الداتا بتاعتكم فين؟ قلنا له على امازون. قال لنا لا ده ممنوع، ده امن قومي وخطر مش عارف ايه. فاهم؟ قلت له طب قال لي ليه عاوزين تحطوه على امازون؟ قلت له عشان stability. انت بتتكلم في 2016، فانت اللي هو السيرفرات لو في سيرفرات في مصر هتقع، بس امازون مش هتقع. فقال لي طيب خلاص هنديكوا اكسبشن على الحته دي. وادانا الريجليشنز بتاعت الموبايل والت، قال لنا خدوا ايه الريجليشنز دي، شوفوا ايه ينفع معاكم وطبقوه. وكان بفلوس ولا لا ببلاش؟ لا بس هم كانوا متعاونين بصراحه. يعني البنك الاهلي كان متعاون جدا، المركزي كان متعاون جدا. هم كانوا بس هنا ايه دور البنك الاهلي في الموضوع؟ بص انت لازم يبقى عندك سبونسر. اوكي من جيت واي نفسها. لا هي البنك المركزي الكلاينتس بتوعه هم البنوك، مش الشركات. اوكي. يعني انت كشركه ما ينفعش تروح للبنك المركزي تقول له انا عاوز لايسنس. لازم تروح عن طريق بنك. اوكي. واللايسنس بتطلع للبنك مش ليك. اوكي. يعني تقول مثلا انا هطلع لايسنس للبنك الاهلي يشغل بيها ايزي كاش. ما ده حتى على مستوى شركات التلكو، شركات التلكو مثلا بتشتغل مع بنك، لازم تحت بنك بالظبط. فهي دي الفكره. فكان احنا السبونسر بتاعنا كان البنك الاهلي. والله الله يمسيه بالخير
اللي هو وزير الزراعه دلوقتي علاء فاروق، كان هو اللي ماسك الريتيل في الوقت ده في البنك الاهلي. هو الراجل ده هو سبب ان احنا بدأنا، هو الوحيد اللي فاهم الموضوع ده. اوكي. رحنا كان أنا ليا واحد صاحبي في باركليز بقى هو اللي ماسك الاي تي، فكلمته جاب لي واسطه ان انا اخد ميتنج مع علاء فاروق. مم. فروحنا مع علاء فاروق شرحنا له البتاع ده اللي احنا باي مي اللي احنا عاوزين نعملها يعني. قام راح مكلم الراجل المسؤول عن الكاردز، قال له بص العيال دي هي اللي هتقعدك في البيت. اللي هو المسؤول عن مش الكاردز، المسؤول عن المكن البي او اس. اوكي. قال له العيال دي هي اللي هتقعدك في البيت. مم. فهو اللي لقطها على طول وفهمها يعني، وهو اللي ادانا سبورت وشغلنا كويس يعني. هو دلوقتي بقى كان ماسك البنك الزراعي، ودلوقتي ماسك وزير الزراعه. مم. ف باي مي مشيت كام سنه قعدت؟ سنتين اوكي. برضه، سنتين وما مشيتش برضه. وانا من بس الناس كل دوت الفاندنج كان بيرسونال ولا كان في انفستور ولا؟ كان في انفسترز يعني. أوكي. خدنا لوك نيم كان فلات 6 لابس، باي مي كان انجل انفستور. مم. جينا بعد كده لقينا برضه الموضوع مش ماشي، فطب بصينا ايه اللي في الرحله بقى بتاعت باي مي، لقينا ان في بين واضح وفي نيد وهيشتغل. مم. ايه؟ ان الميرشنتس اللي بيبيعوا اونلاين الناس تدفع لهم اونلاين من غير ما يكون عنده ويب سايت، ومن غير ما يكون عنده موبايل ابلكيشن، ومن غير اي تكنولوجي في العالم. مم. فكانت احنا كنا اول ناس نفكر في فكره البيمنت لينك، اوكي. ان انت يبقى عندك اكونت تدخل تطلع لينك تبعته للكاستمر على الواتساب، يدخل يدفع، ولا انت عملت ويب سايت ولا انت عملت موبايل ابلكيشن ولا انت عملت اي حاجه. مم. في بس حته انت قلتها مهمه، انت مم. في 2014 لما عملت لوك نيم بتقول قدمت فلات 6 لابس. انت ازاي كنت اكسبوز اصلا للعالم ده؟ 2014 ده ما كانش في حد يسمع عن ما كانش اي لسه حاجه. البدايه بدات في تسمع عن ستارت اب ويك اند. برضه انتهت برضه بقى لها فتره. بس دي كانت البدايه بقى. صح. دخلت ما ستارت كانش اب في غيرها ساعتها. ما كانش في غيرها. دخلنا ستارت اب ويك اند، وفي ستارت اب ويك اند عرفنا ان في حاجه اسمها فلات 6 لابس، فقدمنا فلات 6 لابس. ودي كانت اول تجربه مع انكيوبيتر او اكسلريتور يعني، كانت فلات 6 لابس. مم. وانت رحت برضه تيك كانت بايمي. اه لا انا لفيت وفي لابس وفاهم وكل الحاجات دي لفيت عليها يعني. وكل دول ناس اخدت يعني انت يسكيورد انك تاخد منهم فند. بس من اول ايزي كاش بطلت بقى وبقت سيلف فاندنج. يعني ايزي كاش قررت ان انا هطلع بقى من حته بتاعت الانفسترز والفاندنج والحاجات دي كلها كلها كبيرة. واشتغل بقى خلينا business بيمي يعني. ما اشتغلتش. بس انت ما برضو ما اشتغلتش ليه؟ بتحكم عليها ازاي؟ ما فيش انكم ولا بتحكم عليها؟ الكيو ار كود ما اشتغلش، بس لما غير البيزنس موديل اشتغل. لما غيرنا البيزنس برضه خلي بالك برضه كان عندنا اوبستكل. كان في الوقت ده انت عشان تشغل تاجر تدفع عليه $360. اوكي. فرقم هو بيدفع لك $360. يا هو يدفع يا انت هتدفع، فاحنا طبعا ما عندناش فلوس ندفع. فكنا عشان نقنع التاجر ان هو يشتغل معانا، وكنت وقت الديفالويشن فانت لا ده انت عاوز تدفع $360 عشان اشغلك. فهي كانت صعبه وبايظه يعني، كانت فيها اوبستكلز كتير قوي يعني. فعملنا بقى غيرنا الموديل، لقينا ان النيد بجد زيرو تكنولوجي. الناس عاوزه تاكسبت بيمنت من غير اي تكنولوجي. ودي بقى كانت الفكره ان انا بدات ايزي كاش. اوكي. ان احنا نعمل بيمنت جيت واي، ايزي بيمنت جيت واي للناس اللي بتبيع اونلاين وما عندهاش تكنولوجي نو هاو. اوكي. ده كان 2019. كانت فوري طلعت وشغاله. لا فوري موجوده من زمان. فوري موجوده من 2008. بس فوري ما كانتش عملت بيمنت لينك. لا احنا اول ناس نعمل بيمنت لينك. اوكي. احنا بدأنا الفكرة، واحنا اللي مهدنا الطريق للشركات بعد كده. ليه؟ لان البنك والمركزي اتعلموا فينا وابتدوا بعد كده يطبقوا ده في الشركات اللي جايه بعد كده. اوكي. بص احنا في الوقت ده ما كانش فيه غير شركتين فينتك في مصر، احنا وبي موب. اوكي. يعني احنا اللي بدأنا فكرة الفينتك. ورحلتنا شبه بعض. بي موب برضه بدأوا بحاجة ما نجحتش،
وبعد كده دخلوا في البيمنت. مم. هي بص هي الرحله كانت شبه بعض قوي. هما برضه يعني بيمنت بداوا بالامبوس اللي هي المكنه الجهاز الصغير اللي بتركبه في موبايل عشان تاكسبت كاردز، مم. واحنا كنا عاملين كيو ار كود عشان تاكسبت كارد. زي توكن أوكي. كده. وده ما نجحش وده ما نجحش. مم. وبعد كده احنا الاثنين حولنا لحته البيمنتس. مم. فاهمني؟ والصدفه بقى ان احنا مكتبنا كان في جري كامبس، الاوضتين اللي جنب بعض، اوكي. اللي هو باي مي وباي موب. فهي كانت البدايه كده مع بعض يعني. جينا بقى في 2019 بدات اخد السكه بتاعت ان احنا نعمل ايزي بايمنت جيت واي. خلينا بس انت كان عندك كام ميرشنت تقريبا على بيستخدموا البيمنت لينك؟ هي احنا بدانا 2019 كان لسه ما يعني يعني النهارده عندك كام لا merchant؟ النهارده عندنا 15000 ما شاء الله. 15000 وكام بنفيشري او كام كاستمر؟ الكاستمرز احنا السنه اللي فاتت 600,000 كاستمر دفعوا ما شاء عندنا على الله. البلاتفورم. والمره الوحيده اللي شفتك متصور مربع ايدك كان لما عملت مليار جنيه. كانت ايزي كاش برضه صح؟ هي السنه اللي فاتت عملنا مبيعات بمليار جنيه. ما شاء الله. في دي كانت يعني اول مره كنت اشوفك مربع ايدك. الصوره هي بتاعت عامل كده دي. كنت شفت نفسي بقى دايما كنت قابل مراد بقول له امتى مراد هنصور عاملين ايدينا كده؟ قلت له عملها ابن اللذينه. بس مبروك. الله يبارك فيك. يعني اكيد طبعا حسيت بايه بقى ساعتها؟ والله كان فاهم. عارف انت مش عارف حد فاكرين كاستوي الفيلم؟ طبعا. طبعا. فاكرين اخر لقطه لما ولع الولاعه وبص لها كده؟ اه الحته دي يعني ليها رمزيه بنحسها في حياتنا كتير. وهو لما تتعب قوي 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 وبعد كده تلاقي الدنيا بقت فجاه سهله، فتقعد تفتكر التعب اللي انت عملته. ففي الوقت ده كانت بقى جت برضه في دماغي الفكره دي اللي هو يعني البهدله اللي انا شفتها في السنين اللي فاتت دي كلها الحمد لله طلعت حاجه. الحمد لله. وكنت سيلف فاندد. كل ده سيلف فاند. وفي النص في خلال الرحله دي عملت قسط لي. قسط لي كانت موديل حلو برضه. كانت نانو كونسيومر فاينانس. كانت ميكس ما بين بص انت عندك الكونسيومر فاينانس في نوعين، في الكاش وفي البرودكت. اوكي. ان انت البرودكت اللي هو زي فاليو، ان انت تروح تشتري برودكت وتقسطه مع فاليو. صح. الكاش ان انت تاخد بقى كاش في ايدك وتعمل فيه اللي انت عاوزه. صح. خلاص. في بقى موديل اسمه نانو كونسيومر فاينانس. اوكي. ان انت بتدي حته صغيره قوي وبعد كده تكبر. يعني انا مثلا هديك 500 جنيه بدون اي ضمان، بدون اي حاجه، انت بس تنزل الابلكيشن وتسجل، اديك 500 جنيه تصرفه. سددت خليهم 700. سددت كاش. كاش مش برودكت. فده احنا يعني معلش كاش اخده في ايدي. كاش تاخده في ايدك. اوكي. مش ده يعني بس مش ده اللي احنا عملناه على فاينانسنج او فكرة. مايكرو فاينانسنج. بص نانو. انا لسه نانو فاينانس. هشرح لك. النانو فاينانس بقى في نوعين برضه، كاش وبرودكت. ايه النانو فاينانس؟ النانو فاينانس ان انت بتدي مبلغ صغير بدون اي ضمان. كان في الوقت ده كان في كاشات. كان في شركه اسمها كاشات كان بتدي كاش بالموديل ده، واحنا عملنا قسط لي برودكت بيز ان انت تشتري بس برضه بمبلغ صغير بدون اي ضمان. ولا بمضيك وصولات ولا بمضيك عقد ولا بعمل لك اي حاجه، بس تنزل الابلكيشن تجاوب على كام سؤال انزل لك 500 جنيه تروح تشتري بيهم. والموديل كان حلو قوي، وانا لسه اي بليف ان الموديل ده، بس هو محتاج فاندنج رهيب. انت ازاي جات لك الجرأة انك تدي فلوس بدون ضمانات؟ ليه انت بتتكلم بقى على هتسلف حد 500 جنيه هيرجعها لك في خلال 3 شهور 6 شهور؟ 6 شهور ماكسيموم. حلو قوي. خلال 6 شهور هيدفع لك 100 جنيه في الشهر تقريبا. التكلفة التحصيل بتاعت ال 100 جنيه دي كانت عاملة ازاي؟ والسؤال بقى اللي انا عارف اجابته بس يهمني الناس تعرف اجابته، الديفولت ريت كان قد ايه؟ والله كان قليل. ما هي دي طب انت عارف ليه الديفولت احكي لنا شويه عن الحته انتوا اصلا عارفين ليه الديفولت ريت قليل في مصر؟ ليه؟ حاجه محدش يتوقعها خالص. ان الشعب متدين بطبعه، فالناس كانت بتدفع. بص احنا في مصر عندنا حاجه غريبه جدا، ان انت ممكن تلاقي واحد حلنجي نصاب بس يقول لك ما بقاش فلوس حرام على بيتي. قتال قتله بس ما قتال قتله بس يقول لك ما بقاش فلوس حرام. احنا شعب يعني. انا اتعلمت بقى دي فين؟ في باركليز. لما كنا في باركليز كنا بنبص على الديفولت ريت بتاع البلاد.
مم. فكان عندك نيجيريا مذبحه، طبعا. محدش بيدفع مم. وفراد وبهدله وكل حاجه. تيجي مصر ديفولت ريت قليل ومفيش مشاكل واي حاجه. فلما درسوا الموضوع لقوا فعلا ان الادج عندنا في فكره التدين. مم. احنا عندنا مصريين فكره ان انا ما ادخلش مال حرام على بيتي، اوكي. فده اللي خلى الديفولت ريت قليل. طب والله العظيم والله العظيم انا من شهرين لقيت واحد باعت لي على الفيسبوك خلاص عاوز اكلمك. كلمته قال لي حضرتك انا كنت عميل في قسط لي من 5 سنين وعليا 300 جنيه وعاوز ما شاء- ادفعها. ما شاء ليه؟ الله. عشان دي امانه وعاوز ادفعها. يا. بعد ما قسط لي قفلت وكل حاجه ومحدش سأله ومحدش كلمه. السيجمنت اللي كان بيستلف ال 500 جنيه كان عامل ازاي يعني، او كان بيعملوا ايه بال 500 جنيه؟ معظمها كانت شباب بياخد كورس، يطلع رحله في الجامعه، مم. يشتري قميص. انت عارف الفكره جات لي منين؟ مم. احنا كنا ساكنين قبل زايد، كنا ساكنين في شارع شهاب. مم. فشارع شهاب كله محلات. صح. فكنت انزل كده وانا بتمشى رايح النادي ابص الاقي مثلا بلوزه مثلا ب 150 جنيه، بنطلون مثلا ب 250 جنيه. ارقام تيكت سايز صغيره يعني. مم. احنا مثلا بنشتري الجينز مثلا ب 5000، لا في سيكتور بيشتري الجينز ب 300. مم. فاهم؟ يعني في سيكتور بيشتري بتيكت سايز صغيره. فقلت ليه الناس دي ما عندهاش تقسيط؟ ليه الناس دي ما عندهاش حد يعمل لها فكره التقسيط؟ انا ال 1000 جنيه اللي اديها له دي ممكن يشتري بيها تيشيرتين وجزمه وبنطلون. صح. انت شايف 1000 جنيه قليله، مم. بس بالنسبه لسيكتور معين واللي هو الغالبيه اللي هو 80% من الشعب لا ده مبلغ. اوكي. بس انت كنت عملت قسط لي وانت بتعمل هو ايزي كاش. ايزي كاش. كنت عامل الاتنين في نفس الوقت. اوكي. وقسط لي اشتغلت كويس وعملنا فيها انفستمنت في التكنولوجي حلو. يعني كنا بنعمل بقى الاو سي ار عندنا، كنا بنعمل السكورنج عندنا، كل حاجه كنا بنعملها ان هاوس. بس انت ما كنتش طبعا بتسمع مع الاي سكور. لا هو الميزه في النانو فاينانس يفترض ان الناس دي كانت انبانكت اصلا. كلها انباكت، كلها انباكت. وكان اكتر سيكتور شغال عندنا الطلبه اللي هم من 16 ل 22 سنه. سؤال، جبت منين الفند اللي طلعته النانوس دي؟ فلك. فلك جم ادوك كام عشان تعمل فلك ايه؟ ادونا مليون جنيه. مم. واستخدمنا المليون جنيه في ان احنا نفند، يعني صرفنا تكنولوجي 300 جنيه اول باقي فند. 150 الف جنيه تكنولوجي. ما شاء لان انا الله. برضه كنت بستخدم الريسورسز بتاعت ايزي كاش. صح. يعني التيم بتاع ايزي كاش كان شغال على قسط لي. مم. احنا فاضيين دلوقتي شويه، طب يلا نطلع فيتشر في قسط لي مش مم. عارف ايه، فنعمل كده. فما صرفتش كتير على التكنولوجي. مم. ركزت ان انا الفندنج كله في التسليت. صح. وقعدت بقى ريفولف، يعني اطلع 300,000 استنى لما يتحصلوا مم. اطلعهم تاني. فاهم كده؟ قعدت الفلوس تلف. الفلوس لفت 6 مرات. ما شاء الله. مم. يعني المليون دول انا سلفت بيهم 6 مرات. اوكي. وانت كنت عندك ديتا تقدر تسكور الناس الانباك دول، بالظبط. اللي هي اصلا البنوك المركزيه ما عندهاش ما كانش اكسس عندهم اي حاجه. ودي كانت ما البلان فكرتش بتاعتنا. تستفيد من الحته دي؟ ما هي دي كانت البلان بتاعتنا ان احنا نبقى اي سكور، بمعنى عايز سكور الغلابه. اي سكور الغلابه بالظبط. وعاوزين نديها للبنوك بحيث ان انت لما تروح للبنك تفتح حساب مم. يبقى عنده هيستوري هو عارفك. اوكي. يقول لك تعمل بيه ايه. مم. طب انت موضوع الرخصة ما كانش ال- في رخصة ساعتها ليك؟ لا كان في رخصه، بس هو الاف ار اي بتقول لك اي حاجه تقسيط اقل من 6 شهور ملهاش رخصه. ملهاش رخصة. واقل من 25 مليون جنيه تقريبا، صح؟ او ولا مش 25 مليون جنيه، لا 25 مليون جنيه دي الثمن بتاع الرخصه. بس انت اقل من 6 شهور ما بتحتاجش رخصه. اوكي. مم. برضه ستيل ممكن يكون الكلام ده اتغير، لان انا يعني لا ما انا بعيد عن اتغيرش الفيلد still. بقالي فتره. بس في الوقت اللي احنا عملنا فيه مم. كانت الفكره دي ان انت اقل من 6 شهور مش محتاج رخصه. اوكي. واشتغلنا والدنيا كويسه، بس لقيت الموضوع محتاج فاندنج رهيب. مم. يعني انا مثلا انت محتاج مثلا 30 40 مليون عشان تنزل بقى تفتح وتفرش وتعمل زي فاليو
وتفتح في اماكن كتير. كنا مم. ناويين بقى نفتح في المولات اللي هي في الهرم وفي فيصل، ونفتح في الاماكن الشعبيه، ونعمل بقى كل ده. مم. طب هو يعني ما كانش في ابيتايت من المستثمرين هم محدش قاعد يتكلم معاك ان هو ياخد الفكره ويطبقها بص، هو انا مشكلتي ان انا ضد المستثمرين. اوكي. بتحب الشراكه. ما بحبش حد يبقى فوق دماغي ويقول لي اعمل كذا وما تعملش كذا ويتدخل. وفي نفس الوقت كمان عندي مشكله في الفالويشن، ان انت لما بتدخل مستثمرين الفالويشن بتاعك بينفليت، فلما تيجي تبيع بعد كده ما تعرفش تبيع. مم. يعني انت عندك شركه تقييمها على الورق 50 مليون جنيه، انت لو دخلت انفستور هيبقى 300 مليون جنيه. طب لما اجي ابيع، ما هو اللي هيجي هيشتري بالتقييم الفعلي. مم. صح. الانفستور هيقول لك لا، أنا مش هبيع لان انا مديك على تقييم 300، اتحبست. فانت اتحبست. فعشان كده انا ضد الحته بتاعت الانفستمنت مم. بسبب الحاجتين دول. طبعا يعني فكره ان حد يبقى فوق دماغك مش هي السبب الاساسي، لان انت لو لقيت انفستور كويس وفاهم لا هيساعدك وهيزق معاك كل ده. بس المشكله الاكبر حته الفالويشن دي. ما اشتغلتش مع EFG؟ فلك كان تبع AFG. يعني AFG كان هم اللي بيمولوا الفinTech في فلك. السكشن الفنتك. ووليد حسونة في الاول شجعنا قوي. يعني وليد حسونة كان في الجيري بتاعت اللي اختارونا، وكان متحمس جدا للفكره، وكان منتور بتاعنا فتره. لا، ساعدنا كويس قوي. هو كان شايفها كويس يعني. وانا شايف ان هي opportunity حلو. يعني لو حد اداني فند كبير، لا ممكن اعملها تاني. وما عملتش اكزيت من اي حاجه من اللي انت فتحتها دي؟ بص، انا الاكزيت بالنسبه لي مش اساسي. انا اولد سكول شويه. انا جدي كان تاجر، فانا اتعلمت فكره ان احنا نعمل بيزنس، البيزنس يكسبنا مش نبيعه. يعني مش بعمل بيزنس عشان ابيعه، لا انا بعمل بيزنس عشان اكسب منه فلوس. مش بتكسب من الاكزيت، بتكسب من المكسب. من المكسب. طب بس والمكسب نكبر بيه، كل الفلوس ندخلها نكبر بيها تاني، ونكسب منها، ونكسب من الارباح. مش فكره ان انا، عشان كده برضه فكره ان انا ضد الانفستمنت. انا مش قاعد بلعب ان انا اكبر فالويشن شركتي حتى لو بتخسر. لا، انا هدفي ان الشركه تكسب وتبقى شركه بروفيتبل، وبعد كده اديها لاولادي واولادي يكملوا فيها. اولد سكول قوي يعني. طب انت في قصت لي يعني اللي انت بتقوله، المعلومات اللي انت اديتها لنا انك كنت شغال وكان الموديل كان ناجح، وانت لفيتها 6 مرات، فافهم من كده ان كان في opportunity انك تكمل يعني. كانت محتاجه فاندنج، يعني كانت محتاجه فلوس كتير عشان تاكسباند بقى. اوكي. يعني انا كان عندي بلان بقى زي ما بقول لك كده، ان انا انزل بقى افتح في المولات. تعرف البوث اللي انت بتشوفه في المول بتاع فاليو والسهوله والحاجات دي كلها؟ انا كنت عاوز اعمل كده في المناطق الشعبيه. اوكي. انزل بقى مولات فيصل والهرم وامبابه وشبرا، واعمل ديلز مع المحلات هناك كلها واشغل الدنيا. وستيل والله انا شايف ان دي opportunity لو حد فتحها دلوقتي هيكسب جامد جدا. طب ما شفتش ان يعني ان انت كنت محتاج تضغط على نفسك شويه وتستحمل الانفستورز عشان تحقق حلم زي ده؟ ما هو برضه خلي بالك، صاحب بالين كداب. انا كان يعني اركز في قسطلي ولا اركز في ايزي كاش؟ قسطلي لو انا كنت اخدت انفستمنت لقسطلي كانت ايزي كاش هتموت. لان كنت هركز فيها بقى جامد، وهيبقى عندي مانديت ان انا اوصل لكي بي ايز معينه وفلوس وكل ده، فكنت ايزي كاش. انت عندكش كو فاوندر صح؟ كنت لوحدك؟ لا، كنت انا لوحدي في قسطلي. لا، في قسطلي كان معايا 2 كو فاوندرز. اوكي. وبعد كده ايزي كاش ما عنديش كو فاوندرز في ايزي كاش، بس معايا امبلويز واخدين شيرز. اوكي. بس انا الماجورتي. سحبت الفيشه امتى في قسطلي؟ يعني ايه التريجر انك قلت ايه خلاص كده ايه قسطلي؟ الفيشه اتسحبت من 3 سنين لما فقدت الشغف بقى، اللي هي قاعده بتلف بس ما بتكبرش. دي كل ده كانت شغاله؟ اوكي. يعني هي اشتغلت من 2019، احسب 3 سنين مثلا، 12 23 مثلا. اوكي. خلصت 23. اللي بيسمع البودكاست مش هيحس ان انت بتزهق بسرعه؟ بص، فيل فاست. فيل فاست.
افشل بسرعه. بسرعه. مم. طب مش تحارب شويه؟ don't fall in love with your product. اوكي. متحاربش الطبيعة. مش طبيعي. بص انا عندي مبدأ، احنا بنعمل ستارت اب عشان نكسب فلوس. لو ما كسبتش فلوس اقفل القصه دي. بالظبط. مش عشان المجد لا اقفل، ومش مهم الناس تقول ايه ما والزهو وكده. لا عادي خالص، هي مش شغاله يلا نقفلها عادي. بس ايه طموحك لايزي كاش؟ والله طموحي الايزي كاش كبير قوي. يعني انا برضو انا عندي تفكير غريب، ان انا بفكر في الهوريزونتال اكسبانشن مش الفيرتيكال اكسبانشن. اشرح لنا اكتر. انت في عندك حلين، يا اما تاكسباند في دول مختلفه، يعني تروح بقى تفتح في هنا وتفتح هنا وتفتح هنا، يا اما تمشي في مدرسه فوري، انا هاخد مصر كلها. يعني محدش ليكوا فكر ليه فوري ما فتحتش بره مصر؟ يعني فوري بكل اللي هي عاملاه ده بالنجاحات وعندها فلوس وعندها كل حاجه، ليه ما بتفتحش بره يعني مصر؟ بدأت السنة دي تقريبا اعتقد في السعودية. في السودان. انا سمعت انهم راحوا السودان. راحوا السودان فعلا، بس ثرو بارتنر. ففوري انا بحب مدرسه فوري. انت السوق المصري عندك ايه؟ او تمام كام 110 120 مليون خلاص. طب يعني خدهم الاول. يعني ما تاخد دول الاول. ليه تشتت نفسك وتروح في سوق فيه 30 مليون؟ ده عندك 120 مليون. حتى الاغراءات بتاعت الدول اللي حوالينا اللي بتعملك تسهيلات وتشد في انفستورز وكده. انا بقول لك انا اولد سكول، ما بصدقش في الحاجات دي. هي يا باشا هتطلع فلوس ومش هتطلع فلوس. اوكي. بس ورحت يعني جيت وخلاص انا قافل في مصر فانا طموحي ان انا اتسباند في مصر ونوصل بقى لارقام. يعني احنا ان شاء الله السنه دي، احنا السنه اللي فاتت كنا بنعمل 100 مليون في الشهر. السنه دي ما شاء عندنا الله. تارجت ان احنا نعمل 250 مليون في الشهر. ما شاء الله. واغلبهم بيجي من ايه؟ يا payment methods يعني buy now pay later. اللي هو سداد القسط بتاع لا ان الناس تدفع بالbuy now pay later. اوكي. يعني احنا كpayment gateway عندنا different payment methods. عندنا كل payment methods عندك مثلا credit card الناس تدفع بكروت، عندك ابل باي، عندك كاش عن طريق فوري، عندك موبايل والت، وعندك شركات التمويل الاستهلاكي امان وسهوله وفاليو وكونتاكت وترو كليفر والحاجات دي كلها. 80% من الفوليوم بتاعنا دلوقتي جاي من باي ناو بي ليت. الناس بتخش تشتري حاجه بالقسط. اوكي. فنرجع تاني للموضوع، احنا عندنا ده تارجت ان احنا نوصل السنه دي 250 في الشهر، 250 مليون في الشهر، ونزود بقى ونكبر نزود. انا اهم حاجه بالنسبه لي ازود عدد التجار وازود الفوليوم. اوكي. وتكزت. لا اكزت بقى ما جت ما جاتش مش فارقه يعني. يعني الحمد لله احنا شغالين وبنكسب وما بنخسرش، بندفع مرتباتنا، بناخد مرتبات كويسه، عندنا ارباح اخر السنه. ما شاء الله. الدنيا ماشيه كويس. والماركت زحمه. والماركت بص الماركت مش زحمه قوي، والكويسين فيه قليلين. يعني احنا ممكن نقول مثلا عندنا 9 شركات بيمنت في مصر، بس اللي شغالين فعلا بجد 4. فالماركت مش زحمه، بس الماركت محتاج انوفيشن. يعني خلاص فكره البيمنت اتهرست. صح. ممكن يكون ايه يعني افكار تانية تضاف؟ الحاجه اللي بقولها للناس كلها نطلع بره فكره البيمنتس. يعني انت الفينتك حاجات كتير قوي، التامين فينتك، صح. الانشورتك، البنك اشورنس، الكونسيومر فاينانس. يعني مثلا لو حد عمل فكره قسط لي تاني، انا شايف ان دي فكره حلوه قوي. لو حد عمل باي مي تاني اللي هي بتاعه الكيو ار كود، برضه دي فكره جديده حلوه. ما اتعملتش لسه ما اتعملتش. لا في ابلكيشن اسمها فلاش بيعملوا حاجه شبيهه، بس يعني لسه ما شفتهمش في السوق قوي، بس هم بيعملوا حاجه شبيهه. انا ناوي ان شاء الله يعني ارجع فكره باي مي تاني بس بشكل مختلف. ومش خايف كده وانت بتطلع افكارك كده على الهوا وعلى الملأ وتقول للناس اعملوا كذا؟ الافكار ببلاش، المهم التنفيذ. صح. ما احنا بنقعد على القهوه بالليل نقول مليون فكره. يلا نعمل كافيه. يلا نعمل كافيه، المهم اللي يعرف ينفذ. صح. فالافكار ببلاش يعني. والتكنولوجي بقى ببلاش.
يعني لو الاي اي دلوقتي انت ممكن مم. تعمل ابلكيشن كامله مم. في 10 دقايق. صح. نعرف حد عنده شركة بدون ذكر اسماء يعني، ماشية نص التك او 80% من التك تيم وهي ادابتت الاي اي بقى. معظم الحاجات اللي بيكتبها دلوقتي اي اي ما كله خلاص. على فكره هي مش شركه واحده. انت عملت كده؟ طبعا كلنا بنعمل كده دلوقتي. نعم. الديفلوبرز نفسهم بقى بيعملوا كده، اوكي. بيخلي الاي اي يكتب له الكود وهو يراجع عليه. مم. اصل خلاص ليه تكتب الكود ليه تقعد تكتب كود بنفسك؟ انت أوكي. بتقول له اعمل لي فانكشن، اعمل لي authentication، اعمل لي كذا، هو بيعمل لك كل حاجه. مم. فانت مش محتاج بقى اللي هو don't invent the wheel. مم. بس انت بقيت heavily تستخدم AI. بس في ناس بتوع تك كتير جدا لحد دلوقتي مش بيأدابت ال AI بالصورة الكبيرة يعني. بقعد مثلا مع حد مع تك اكون فاهم بقى ان ده خلاص ده هيشرح لي بقى حاجات، لا هو تلاقيه ما يعرفش اصلا يستخدم ChatGPT، بيخش بس هو يسأله هيضر نفسه، ما هو في الاخر هو مش نعم. اصل هي جايه. مم. يعني ايه فكره ان الاي اي يسيطر؟ هي جايه. مم. فهو زي ما بيقول لك القطر جاي يدوسك، اوكي. تقف في وشه ولا تركبه؟ مم. تعرف تركبه. مم. فهي دي الفكره، الاي اي جاي. مم. يعني اللي هيقف في وش الاي اي هو اللي هيخسر. الاي اي مش هيخسر حاجه، هو اللي هيخسر. اوكي. كم مرة صحيت من النوم قلت مش لاعب؟ كتير يعني، كتير. احكي لك على قصه دي جديده بقى. اوكي يلا. دي ما قلتهاش في سبق. حته قبل كده. سبق. سبق صح. معلش في ال 12 انترفيو اللي عملوا قبل السيزون كده. التاني هيكسر الدنيا. في اول 2010 وصلت لليأس ان انا مش عارف اعمل حاجه. مم. كانت بدأنا ايزي كاش بس ستيل برضو الناس 2010. 2020 قصدي 2020 الناس لسه مش عاوزه تدفع اونلاين. مم. ده قريب 20، ده من 6 سنين يعني. قبل الكورونا على طول. خلاص بقى جبت اخري، وكنت بسيلف فند والفلوس ما فاهم، قاعد ابيع هنا واستلف هنا واعمل مش عارف ايه، مش ماشيه خالص يعني. فقلت خلاص بقى انا هسيب كل حاجه واروح اشتغل موظف في اوروبا. قدمت على وظايف وجات لي هيد اوف برودكت في اكبر شركه بيمنت في المانيا. ما شاء الله. المانيا Wirecard. كانت بتسحب مصريين كتير في الوقت ده. فاهم، مم. بوزيشن حلو، اوفر حلو، يلا وجنسية تمام. وجنسيه وكل حاجه. كنت لسه ما اتجوزتش فكنت هتجوز من هناك نقطع الحتة دي عشان المدام. عشان المدام. لا والله يا مدام انت احلى حاجه في حياتي والله. الحمد لله انا ما اتجوزتش المانيه. كلنا بناكل عيش. كل عيش. بعتوا لي الاوفر ومضيت العقد، والمفروض بقى نازل اقدم على السفاره. جت الكوفيد، السفاره قفلت. الاوفر كان بكام؟ كان ب 85,000 يورو في السنه. وده كان رقم كبير. كان ده رقم كبير. طبعا. وانت كنت بتعمل كام في السنة؟ في ايزي كاش نيجاتيف. نيجاتيف. كنت انا بقول لك كنت بصرف من جيبي. اوكي. فحسيت بالصدمة بقى. حسيت بقى ان انا انا هتدلع. فاهم، كنت عامل حسابي ان انا اول سنتين هخربها. انا مش انا هروح اشتغل واتفسح واتبسط والف في اوروبا كلها ومش هحوش ولا مليم، انا هتبسط بس وتترحل بعد كده. واترحل بعد كده. بس فجت بقى المفروض اقدم على الفيزا، لقيت السفاره قفلت. بما انك بتؤمن بالعلامات لا علامات ايه ده؟ كان مكان زي المانيا برضه يا عم نحارب الطبيعه. ده انا اللي جبت ضلافها. قالوا لي مش مشكله، هنستنى لحد ما كده الدنيا قافله هناك يعني. فقالوا لي طبعا نستنى لحد ما السفاره تفتح وتقدم على الفيزا. ماشي. اسبوع كده صاحي كده مدوخ وبفتح الفيسبوك، لقيت اول خبر واير كارد قفلت. الشركه نفسها قفلت. وما قفلتش بسبب الكورونا، قفلت بسبب كوربشن كيس. يعني هي فاهم عايشه بقالها 20 سنه. انا متفائل جدا بالسيزون التاني بتاعهم. والله عايشه بقالها 20 سنه وجت تقفل على حظي. الحمد لله. فدي كانت من لحظات اليأس يعني. بس الحمد لله دي بقى كانت علامه. جت بقى الكورونا، الناس كلها قعدت في البيت، الناس كلها عاوزه تدفع اونلاين،
لقينا الفوليوم بتاعنا تضاعف 3 مرات. ما شاء الله. ودي كانت البدايه بقى ان هو لا يلا ننجح بقى. مم. خلاص ابتدت الدنيا تمشي بعد كده. الناس فهمت يعني ايه اونلاين، ويعني ان انا محتاج الناس تدفع لي اونلاين، فاهم؟ جربوا والناس كانت بتتحايل علينا. مم. يعني الميرشنتس هم اللي بيكلمونا يلا شغلونا عشان احنا مش عارفين ناخد فلوسنا ازاي. اوكي. فهي الكورونا كانت هي البدايه. مم. في فرحك يا مراد شفت نص الايكو سيستم حاضر آه. الفرح بس ليه ما بشوفكش في الصور بتاعت الايكو سيستم؟ يعني ليه مش انجيجد في الايكو سيستم بتاع الستارت بشكل عام، بص يعني رغم ان انت علاقتك جيده بيهم وهم علاقتهم جيده بيك وشفتهم انا في الفرح يعني؟ يعني بس انت بتعتبر نفسك لسه ستارت اب ولا خلاص انت لا مش ستارت اب. خلاص انت انا شركة؟ بشوف ان اي شركه كملت يعني 5 سنين، بعد 5 سنين ما بقتش ستارت اب. اوكي. انت ستارت اب لحد 5 سنين، مم. بعد 5 سنين بتعمل فلوس هتكمل، ما تعملش فلوس خلاص مم. وهتكمل مش ستارت اب، اوكي. كمل كذا بزنس يعني. مم. ف انا ما بقتش حابب الايكو سيستم قوي يعني. حاسس ان في ديستراكشن رهيب. فكرة بقى ان انت ايفنتس وانفسترز وكونفرنس وتسافر وتعمل ومش عارف ايه، انا ملحق اخلص شغلي بالعافيه. بلس ان البنفيت مش، لا سنس بقى ان انت بعيد عن الفاندنج والانفستمنت والحاجات دي كلها، البنفيت ما بقاش كبير يعني. صح. فانا بعدت عن الايكو سيستم شويه يعني، مم. فاهم؟ وبقيت مركز بقى ان احنا شركه شغاله نكبر نعمل فلوس اكتر. هسألك السؤال بتاع استاذه ريهام سعيد، مش مم. ندمان؟ مش ندمان؟ ندمان على كده فاهم؟ لا مش ندمان، ما بندمش، يعني مش ندمان على حاجه، كل حاجه عملتها اتعلمت منها. اوكي. بص كنت ندمان في فتره، مم. بس لما اكتشفت اللي انا اتعلمته واللي انا فهمته ما بقتش ندمان. واللي انا بعمله دلوقتي ما كنتش هعمله لو ما كنتش وقعت في الحاجات اللي انا عملتها والحاجات اللي باظت والحاجات اللي قفلت والحاجات دي. مم. فهي كانت، لا هي اتعلمت كتير. انت عارف ان هو راح عمل ورك شوب بيكلم النون تك ايوه CEOs؟ انا كنت شفت البوست، كنت بحاول احضر السيشن ديت. لا ما كان طبعا بس فولي فولي بوك. فولي بوكت وسولد اوت ايوه كانت في احكي لنا عن 500 التجربه دي، أصلاً. ايه اللي انت عملته ده يا مراد؟ بصوا انا اول ما بدات في 2014 لما سبت البنك وفتحت الستارت اب اللوك نيم، كان عندي ديفلوبرز مم. وانا زيرو كودينج، ما فهمش اي حاجه. مم. فاهم اتخزوقت بقى، فاهم؟ الديفلوبر اللي ينصب عليك واللي يعمل لك حاجه مش شغاله واللي مش عارف ايه. فقررت ان انا اتعلم، مم. رايح داخل على النت، اخدت كورس ازاي تعمل HTML، ادي ويب اوكي. سايت HTML، مم. وكورس تاني ازاي تتعلم جافا سكريبت. مم. خلاص. وابتديت اقعد، وكان عندي كام واحد صاحبي ديفلوبرز كبار سينيورز يعني، اقعد بقى معاهم اسالهم مم. فهمني دي بتعمل ازاي، فهمني دي بتعمل ازاي، مش عارف ايه. مم. خلاص. فقعدت اتعلم شويه بشويه 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 لحد ما بقيت اقدر اليد تك تيم. اوكي. انا ما بكتبش كود بايديا، مم. بس انا فاهم كل حاجه، مم. فاهم دي بتتعمل ليه ودي بتتعمل ازاي. والكودينج اصلا هي فكرته كلها قايمه على حاجه اسمها اف ستيتمنت، اللي هو لو كذا اعمل كذا، لو كذا اعمل كذا. فانت لو بصيت على الكود حتى لو انت مش ديفلوبر هتفهمه، مم. لان هي مع كلها بقى مع الاي اي وتشات جي بي تي ده كان فخلص. قبل الاي اي وشات جي بي تي الكلام ده كله يعني. مم. فتعلمت وقررت ان انا ليد التك تيم بنفسي. اوكي. وعرفت ان دي بقى مشكله عند كل الفاوندرز. كل مم. الفاوندرز جايين من باك جراوند بزنس ومش فاهمين تكنولوجي. مم. فيا اما يضحك عليه، يا اما يصرف فلوس كتير في حاجه، يعني يصرف 1,000,000 جنيه في حاجه تتعمل ب100,000 جنيه. مم. ليه؟ لان بيجي واحد يقول له احنا هنعمل ستيت اوف ارت مش عارف ايه وهنحط ايه على ايه ومش عارف ايه، فاهم؟ يدفعوا 1,000,000 جنيه مع انه في الاخر هي مم. ما يعني تتكلف بتتعمل 100,000 على جنيه شوبيفاي من $100. حوالي 7 سنين كلمت مراد، قلت له يا مراد انا عندي جماعه يعني مم. عايزينك تعمل لهم كونسلتيشن عشان يعملوا نفس الشركه بتاعتك دي. فلا خلاص احنا هناخد كونسلتيشن 1,000,000 جنيه. قلت له تمام مراد وانا هاخد 10%. قال لي موافق، يلا بينا نشتغل. دفعوا داون بيمنت 200,000 جنيه. خدت انا ساعتها على فكره 10,000 جنيه ولا حاجه كده. وبعدين فجاه ايه مراد دخل عليهم دخلة الخبير الاستراتيجي ما شفناش حاجه تاني غير 200,000 جنيه. ف
كلمت مراد قلت له يا مراد ننسى الماضي والتجربه الاليمه اللي بتاعت اللي فاتت دي وفلوس راحت علينا. انا عندي كلاينت تاني برضه هنعمل كونسلتيشن، هو عايز يعمل نفس البيزنس ده كان موديل. راجل سوداني؟ لا ما كانش سوداني، لا خلاص بقى مش لازم هو مين يعني، نعدي هو مين. ودخلنا وقعدنا وكل حاجه. فالبروسبكت كلاينت ده كان بيحاول من باب يعني ان هو يفاصل في السعر، فعمل فرشه كده بيقول ايه يعني طبعا يا مراد الرقم اللي انت طالبه كبير شويه، لان زي ما انت فاهم زي ما في كلاينتس بدأ بنفسه اللي هو يعني الشيتي ساندوتش، انا زي ما في كلاينتس زي كتير في برضه فيندرز تانيين ممكن يعملوا السيرفيس الكونسلتيشن بتاعتك دي. فمراد كان بياكل حاجه كده ما بصلوش اصلا، مفيش حد زي اصلا. فطبعا انا فهمت احنا رايحين فين، وهو كان راجل غلس برضه فما كانش عندي مشكله ان مراد ياكله يعني، فكملنا كده. هو انا اتنك فعلا؟ لا ما كنتش تنك ساعتها، هو الموضوع كان دمه تقيل، بس الفكره فين، هو ده مراد ما بربش فاهم. فالراجل بيحاول يلطف يهزر بقى يدخلها في ليفل الهزار. قال له يا مراد ازاي يعني اكيد في ناس قال له والله مفيش حد، مش هتلاقي بس غير منى وقاعده هناك بتتعشى، ممكن اروح اكلمها لك وغالبا مش تقدر تشتغل معاك، انا بس هعرف اشتغل معاك انا في مصر. ايوه انا فاكر اللقطه دي. طبعا دي حاجه تتنسي. فالميتنج باظ والاوبورتيونيتي باظت، وانا بدات ان انا ادمع من كتر الضحك، كاتم الضحك بالعافيه وهو يستاهل بس فاهم خلاص. قام بقى ده مشهد انت ما شفتوش، قمت انت مش فاكر ايه، حسيت باين بنضيع وقتنا حاجه كده يعني. ادخل الحمام باين عشان منافس. لا قمت ما رجعتش آه. مبدئيا. فجي واحد صاحبي تاني اسمه هشام الصاوي قاعد معايا، فطلعوا بقى بلديات ومش عارف ايه، فبيتكلم معاه قال له مالك بس في، قال له والله تخيل طلبه جاب لي واحد اسمه مراد. يا عم ده مجنون يا عم، بقول له مش عارف ايه، بس مفيش حد بيقول لي مفيش حد زي في مصر. يعني انت مثلا يا استاذ هشام في المجال بتاعك بتاع التعليم انت قلت عليه دون، اكيد في ناس كتير زيك كان. لا طبعا مفيش حد زينا في مصر. هم كل اصدقائك والله العظيم. فالراجل بص لي كده، انت بقى مرتب معاهم مش تهزقني ولا ايه؟ انتوا بقى جايبين تهزقوني هنا ولا ايه؟ لا والله ما اشتغل معاكم. والشركه باظت والشراكه باظت كل حاجه باظت. انت ما حضرتش انت المشهد ده؟ قلت لا ما حضرتوش بس هل ده بيتكرر يستاهل. كتير بيتكرر كتير يا مراد ولا؟ بص انا مشكلتي يا طلبه ان انا مش بياع. اوكي يعني انا لو انا ببيع عربيه وجي حد يشتريها هقول له العربيه دي فيها كذا وكذا 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 وكذا. اوكي ما فاهم. فبيجي اصلا حد يقول لي انا عندي فكره، خلاص واحد تاني ممكن يقول له اوه دي خطيره يلا هات $1,000,000 واعملها لك. انا اقول له الفكره دي مش هتشتغل. اوكي عادي يعني بس ما تقولوش برضه انا احسن حد في مصر في لا الراجل ده كان غير اسمه كان يستاهل. طب يعني مراد انت منورنا وللاسف الوقت جري، فقبل ما ننهي الحلقة حابب بس اسألك سؤال. لو انا مين ممكن يبتدي ستارت اب ومين ما يبتديش، بما انك كنت موظف في الناحيتين، يعني موظف وسبت ورحت عملت ستارت اب؟ بص اللي هيسيب شغله عشان متضايق من مديره وعاوز يبقى مدير نفسه يخليه في شغله احسن. اوكي دي مبدئيا. يعني الستارت اب جيرني مش سهله خالص، الوظيفه اسهل بمليون مره. فلو انت فاكر ان انت هتعمل ستارت اب عشان تستريح، لا خليك موظف احسن. اوكي دي اول نصيحه. تاني حاجه هتعمل ستارت اب لازم تكون مأمن نفسك معاك فلوس تغطي مصاريفك لوحدك او انت وعيلتك لمده اتليست 2-3 سنين. اوكي اوعى تكون فاكر ان انت هتعمل فلوس من اول كام شهر يعني. لو انت فاكر ان انت هتنجح في اول سنة سنتين، لا زي ما حصل معايا. حتى ممكن يعني ممكن ما تقفلش ستارت اب وتكمل فيها، بس هتفشل جواها كذا مرة. اوكي فانت هتفشل وتتعلم وتفشل وتتعلم وتفشل وتتعلم. فلازم اهم حاجة يكون عندك صبر. صبر ومثابرة. مثابرة بس مثابرة. مثابرة لازم يكون عندك مثابرة. ريزيلينس. اوكي لازم يكون عندك ريزيلينس اللي هو فاهم انا هتضرب وقع وقع واقوم واتضرب واقع واقوم. كان سيلفستر في روكي كان عنده جملة مشهورة قوي: اللي بيكسب مش اللي عنده اقوى ضرب، اللي بيكسب اللي يقدر يستحمل الضرب للنهاية. اوكي ودي انا بؤمن بيها. هتقع وتقوم وتقع وتقوم وتقع وتقوم حتى هتنجح. انما لو هتيأس بقى وانا مش قادر وفاهم، لا. ما عايز تعمل ايه في المستقبل القريب؟ بفكر اعمل انكيوبيتر فينتك.
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نعمله السنه دي، نبدا فينتك انكيويت. وهتفند منين ولا؟ هنفند من ايزي كاش. والحلم بتاع انك تجيب مزرعه تحط فيها شويه بقر؟ لا ده لسه شويه بقى، يعني انا دلوقتي 42، يعني ممكن نتكلم مثلا على 50 كده، اوكي، او مش ال 50، يعني لو ربنا كرمني وخلفت ان شاء الله ان يعني شاء الله. اول ما اولادي يخلصوا ثانويه عامه ابعتهم على بابا يدخلوا الجامعه وانا اروح ريتاير، بس كده. ان شاء الله بإذن الله. يعني انا سعداء بيك جدا يا أنا أسعد مراد والله. ونتمنى ان احنا ما نقفلش بعد الحلقه دي، ان شاء الله يكون في حلقات تانية. نعمل الجزء الثاني بقى بارت 2. يعني ده لو عشنا. ايوه ان أو شاء لو الله. لو الحلقه نزلت بعد اللي انا قلته ده كله بعد اللي انا قلته، لو الحلقه دي نزلت فاهم يعني ممكن نبقى نكمل هو يعني. اسلام اصلا لم شنطته وماشي دلوقتي. هي خلي بالك الحلقه دي بعد المونتاج ممكن تفهمها هتبقى 10 دقايق. لا يوجولي ما بنقطعش حاجات كتيره. يوجوال. بس هنشوف بقى الحلقه ديت هنتفرج عليها الاول نتاكد بس. ميرسي يا مراد قوي، نورتنا، شكرا ليك.